ممنوعات الدايت. ممنوعات الدايت كلمة كبيرة وصعبة ورخمة وتقيلة على قلوبنا كلنا، وتحسسك ان انت داخل حرب وان حد جلدك وحاطط قتب على ظهرك، وامتى اسيب الدايت عشان ارجع اكل كل اللي انتوا عايزين، كل اللي انا عايزه. فشيلي كلمة ممنوعات. فكرة انا دايما بنظم، باكل كل اللي نفسي فيه، بس دايما بتحكم فيه كميتها قد ايه، بدخلها كل فترة قد ايه، بعمل ايفورت او بعمل طاقه تخلي الوجبه اللي اكلت اتحرقت وما اتخزنتش في جسمي. باخدها امتى، بعلي بيها مستوى الانسولين ولا لا. طيب احنا متفقين ان 3 محاور اساسيه علشان اخس: اكل صحي، رياضه متوازنه، ميه. طيب يعني بالبلدي كده اعمل ايه؟ امشي 80% من يومك اكل صحي و20% عك، او امشي 80% في اسبوعك، فاخد مثلا 10 ايام مظبوطين واخد يوم في وجبه ملخبطه. طيب ايه هي الحاجات اللي اخد حذري منها وما اخدهاش بكميات كبيره؟ طبعا السكريات بانواعها لانها بتعلي سكر الدم، الكربوهيدرات بقننها جدا، المواد الحافظه او المواد اي حاجه من السوبر ماركت بقننها جدا وبخليها مره واحده بس في الاسبوع، من اول اللبانه لغايه حاجه الساقعه، الحاجات الدسمه والمتسبك كله، المعجنات والعيش الفينو، اي حاجه معموله بالخميره، كل الحاجات دي انا بقننها. الرز والمكرونه طبعا زي ما قلنا، والكربوهيدرات انها بتتحول لدهون في جسمي لو زودتها اكتر من سعراتي. هنزل لكم فيديو ازاي تاخدي كل الكميات دي وتحسبيها على قد كف ايدك، ازاي تاخدي كميه الكربوهيدرات بحجم كف ايدك، او المكسرات، او تاخدي قد ايه من البروتين، او تشربي قد ايه لبن من غير ما تتعبي نفسك او من غير ما تمشي على جدول بعينه، ازاي تحسبيها عن طريق استخدام كف ايدك. لو انتوا عايزينها سيبوا لي في الكومنتس وانا انزل لكم الفيديو كامل عن ازاي احسب سعراتي عن طريق كف ايديا.